طبعا الإمام ده كتاب من كتب ابن دقيق العيد اللي هو الراجل اشتغلها ولا أكملهاش، وما لقيناش إلا في ما يسمى بالدشت هنا في مكتبة الأزهر. الدشت ده كان إيه؟ إحنا قاعدين أهو في الأزهر. كانت زمان الأروقة كل رواء له مكتبة خطية مش مطبوعة. المكتبة دي موقوفة على أهل الرواق ده، وطبعا الدول العربية والإسلامية كانت ممثلة في أروقة الأزهر، رواق المغاربة، رواق الصعايدة، رواق السادة الشوام. خلي بالك لازم السادة الشوام دي موجود لحد الآن. السادة الحنفية كذلك، لأن دول كان مذهب الحاكم فلازم يسمى السادة. أيوة، لأن الدولة العثمانية كانت ترجح المذهب الحنفي لأنه مذهب الدولة كده. وطبعا مش إشكال، يعني صلاح الدين جاب الأربع مذاهب، هم قالوا لا مذهب واحد. لما لقوا إن الناس بتودوا الباقيين فين، الناس هتغضب عليهم يعني وكده، وهم عايزين يفضلوا كابسين على نفس الناس. ايوه، لان انتوا لو عشتوا في وقت ده كنتوا هتعرفوا لماذا ضاعت ولماذا احنا دلوقتي يعني بيبقى يعني امرنا بايدنا بناكل في بعض. طب ما انت كنت راضي بالمستعمر على قلبك 140 سنه، لما جاء واحد من بني جلدتك انت تدور تنخر فيه. الشاهد، فكانوا يقولوا طيب ايه، خلوا يعني الحنفي هو قاضي القضاة، والشافعي يحكم نيابة عنه، مش أصالة، بحيث انه يملك القاضي الحنفي انه ينقض الحكم. ده كلها امور ما تخشوش انتوا فيها ولا ندخل احنا فيها. لكن الشاهد ان الكتب دي بقى وهي مخطوطة اللي بيتابعها مين؟ مش الطلبة، لان الطلبة مشغولين تحت العمود كده، عمال، والعمال الكتب دي عهدتهم، وهم ناس يعني هيحرسوا. فكان إذا أخذ واحد الكتاب وفتحه ووقعت ورقة في الأرض ممكن ما ياخدها ما يشيلهاش. هو لما يجي يكنس يلاقي الورقة، فقالوا له بقى لم الورق ده وجمعه كده في سكيبه ولا في حاجة. فهو ده الدشت، ان ورقه من كتاب كده. لما لقوا كتاب ابن دقيق العيد ده بقى، لما جم عملوا دار الكتب المصريه ما كانش لها مخطوطات لغايه سنه 52. اللي مولود منكم بعد كده يحمد ربنا. كانش فيه دار كتب فيها مخطوطات، كانت المخطوطات في ايدين الناس وفي ورثه الناس، وكلام طويل يعني عايز له ليله وانتوا كلكم ايه خاشعين. فمن الدشت ده رجعوا جابوا ناس تفرزوا، فطلعوا الحتتين دول. واللي كتبوا عن ابن دقيق العيد قالوا ان الكتاب ده اعدمه بعض الحسدة له، لانه كتب فيه من الاجتهادات ما لم يكتبه معاصر له. تقولوا مشايخه يعملوا كده؟ ويعملوا كده. فواحد يقول اللهم انت بتعيب علينا ليه؟ يا أخي أنت اقتدي في الخير، ما جيش تقتدي إلا في الشر. فتجد نقول عن الإمام ده زي كده عند الزيلعي، نفس الدشت ده طلع مجلدين مفيش غيره. نقول زي دي تلاقيها مش موجودة اللي عنده، وابن الملقن شوية والتاني شوية. اللي لحق إن قبل الدشت جاء، اللي بعد الدشت كل سنة وأنت طيب.